لو كنت شخص مكروني زي حالاتي اوعى يفوتكوا الفيديو ده. اذكروا الله وصلوا على الرسول. كيسين مكرونة، واحدة سباكيتي وواحدة تحمير صغيرة. بعد كده حطينا مية بتغلي على النار فيها شوية خل وشوية ملح. هنسلق المكرونة زي ما حضراتكم شايفين. هنسلقها حوالي 80% من السوا. هنصفيها، نحط لها سنة زيت صغنونة نقطة، وهنقلبها في بعض. ويلا بينا. بصلايه متقطعه جوانح، حطينا كوبايه زيت في الحله وحطينا البصلايه من غير اي حاجه، ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه. حمرنا البصلايه لحد ما اخدت اللون ده، طلعناها. نزلنا بمعلقه توم صغنونه. بعد كده نزلنا بعصير طماطم، وحطينا معلقه سكر، وحطينا فركنا البصل اللي حمرناه وحطيناه. هنسيبها بقى لحد ما تتسبك وتاخد وتدي مع بعضها كده في الحلة. بعد كده هنحط رشة كمون، رشة 7 بهارات، رشة بابريكا، فلفل اسود، ورشة شطة. هندي تقليبة كده كويسة، وطبعا ما ننساش الملح يا حبايبي. وبعد كده بقى هننزل بالمكرونة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ كده نديها كام تقليبة في بعض كده. نحطها تسخن على النار. احلى طريقة تاكلي بيها المكرونة ميكس كده ما بين المكرونة بالبصل والمكرونة العادية، وعليها كمان نكهة توم بسيطة، وبألف هنا وشفا.